اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أهل بيتك أولى بحنيتك. كم مرة وانت في الشغل زميلك لقيته شارد ومتضايق، قمت رايح له قايل له مالك فيك ايه، وقعدت تتكلم معاه وتسمعه وتشوف ايه اللي مزعله، وكمان تديله كتفك يعيط عليه. كم مرة زميلتك في الشغل جابت ابنها معاها وابنها قاعد يلف وجه على مكتبك وكسر حاجة، وانت ما زعلتش وقلت لها سيبيه لو سمحتي ما تزعلوش، خليه يكسر، ده طفل مش عارف حاجة. محاولات لطيفة منك انك تعيش ما عندكش مشكلة. بالعكس، عشان تبقى انسان محترم ومحبوب لازم تكون لطيف مع الناس. انما مشكلتي ان في نفس اليوم لما تروح البيت ويجي ابنك او بنتك اللي انت اهم حد عنده في الدنيا دي، ويجي يلعب او يعمل اي حاجة او يكسر اي حاجة، بتزعقله وتقول له امه خديه من هنا، خديه نيميه، شوفي صرفة فيه، ده ابنك مش ابن زميلتك. حتى مراتك لما تيجي تفضفض معاك بكلمتين بتقطم الكلام وتقول لها مش النهاردة انا راجع تعبان، وانت عارفة لو طاقتك ما فيهاش غير قدر محدود من اللطف والمجاملات، يبقى أولى بيه أهل بيتك، لأن دول الناس الوحيدين اللي انت أهم حد بالنسبة ليهم في الدنيا دي كلها. خيركم خيركم لأهلي. وما تنساش لايك وشير لو بتحب الخير.